ده هاروكا كان واقف مستخبي بيراقب مجموعه من الاقزام وهم بيجهزوا الاكل بتاعهم، ومره واحده داس على فرع شجره كسره النصين، فده عمل صوت وهنا الاقزام خدت بالها منه. على طول ما كدبوش خبر وطلعوا يجروا وراه لحد ما هاروكا نط مره واحده لفوق وسابهم هم مكملين طريقهم على الارض، وهوب وقع في فخ هو كان عامله مخصوص علشانهم، وبكده بينتصر عليهم في اول معاركه ضدهم. نرجع بقى كام يوم لورا لما كان هاروكا ده قاعد في الفصل بتاعه وفي وقت الفسحه كان بيقرا كتابه، وبعدها قرر انه يحكي لنا شويه عن نفسه. فبيعرفنا بقى انه طول عمره وحيد ولا بيتكلم مع حد ولا حد بيتكلم معاه، لدرجه ان اغلبيه زمايله في الفصل ما بيلاحظوش وجوده او حتى غيابه. ده بقى لان الفصل بتاعه متقسم لشلل، كل شله فيهم بتتميز بصفات معينه مش موجوده عنده، لانه مهووس كبير بالكتب والقراءه ومفيش حد فيهم زيه. بعدها بيبدا يعرفنا على زمايله في الفصل، وانه كهاروكا مقسمهم ل5 شلل. اول شله فيهم وهي شله الشباب الروشين، ودي بقى باين من اسمهم انهم عيال بتعمل تيك توك ماشينه منظره بفلوس ابوهم وامهم في كل حته. اما تاني شله بقى فدي شله البنات، مجموعه من البنات الكيوت اللي كل كلامهم عن الميك اب والبراندات العالميه، دول بقى اللي مهتمين بالرياضه والجيم وازاي ينفخوا عضلاتهم في اسرع وقت. اما الشله الرابعه بقى فدول مهووسين بالكتب زي هاروكا، بس الفرق بينهم وبينه انهم مهووسين بالمذاكره، انما هو مهووس بالروايات. بس بالرغم من كده فهم يعتبر اقرب ناس ليه في الفصل كله. اما الشله الخامسه والاخيره بقى فدي شله امناء الفصل، واللي بتقودهم فوميا ممثله الفصل الاولى. بعد التعريف الجميل ده بقى بتظهر دايره سحريه في الفصل من العدم، بدات تسحب الطلاب جواها واحد ورا التاني. فهاروكا خاف لان الدايره دي اكيد هتسحبه لعالم تاني، وهو خلقه اضيق من خرم الابره، فمش عايز يسيب مكانه هنا ويروح في حته تانيه دلوقتي. علشان كده على طول ساب زمايله وطلع يستخبى فوق في فتحه من فتحات التكييف، بس الدايره برضه ما سابتهوش وطلعت خدته من مكانه بعد ما خدت كل طلاب الفصل. ساعتها هاروكا انتقل لمكان ابيض في ابيض مفيش فيه غيره هو وراجل عجوز متعصب منه على الاخر، لان باقي زمايل هاروكا كلهم اختاروا قدراتهم السحريه ودخلوا الغابه خلاص، انما بقى هو بسلامته لسه فاكر يوصل. علشان كده الراجل طلع له لوح المهارات من تاني وقال له اتفضل اختار اللي يعجبك ياكش تخلصنا. فهاروكا بص على اللوحه واكتشف ان اصحابه خدوا كل المهارات الغش الحلوه، وبكده ما تبقالوش غير كام مهاره عبيطه ما ينفعوش في الغابه ووسط الوحوش والاشرار، زي حجر النرد اللي قادر انه يرفع له حظه لسابع سما او يسقطه تحت الارض، انت بقى وحظك. فطبيعي ما حدش يختاره انه كان يفضل لهاروكا. علشان كده هاروكا انتقل للي بعده، فلاهم مجموعه الكرويين والعدسات اللاصقه، وطبعا من الاسم واضح انهم مالهمش اي لازمه. على طول هاروكا سابهم هم كمان وراح يشوف باقي المهارات، ولقى واحده فيهم اتقان استخدام العصايه، فقال يا فرحتي هحارب الوحوش دي بعود قصب، وبيصبر نفسه وبيقول اكيد لسه الامل في اللي جاي. ولما كمل باقي لوح المهارات ما لقاش غير مهاره المشي والجمباز، والرغم من كده بقى هاروكا ما فقدش الامل واتنقل لقائمه السحر، لقى اللي فاضل له فيها الحراره والتعبئه، فسابهم هم كمان علشان ما ينفعوهوش، وراح يبص للسمات لقى نفسه هيبقى عامل توصيل وعروسه لعبه، فكان هيموت مجلود حرفيا، ضيع عليه فرصه المهارات كلها. بعدها راح يبص على الوظائف اللي باقيه لقى طريقه مسدود وحرفيا كل الوظائف اتاخدت. علشان كده اتعصب على الراجل العجوز وفضل يهزق فيه جامد، لان كل المهارات اللي باقيه على اللوح مش هتخليه قادر يخرج عن شعوره في الغابه حتى. الانيل من كده بقى انه هيكون لوحده ضد 42 طالب اختاروا المهارات الجامده، يعني هو بالنسبه لهم هيبقى مجرد نكره ملوش لازمه، فمش هيفكروا حتى يعملوا تحالف معاه ويضموه لفريقهم. هنا بقى الراجل العجوز كان جاب اخره من هاروكا خالص وصدع من صياحه على الاخر، فقال له بص يا ابني هي صفقه خسرانه ان انا اتعامل معاك اصلا، بس والله لا انت واخد كل الصفات اللي باقيه على اللوح كعقاب حتى عشان قله ادبك دي. وبكده بقى هاروكا بياخد كل الصفات الوحشه اللي باقيه وبينزل على الغابه يندب حظه هناك، فسلى نفسه وفتح شنطه مجموعه الكرويين اللي معاه، وساعتها بقى اتفاجئ بحاجتين مهمين جامد. الاولى ان الشنطه دي سحريه يقدر يعين فيها اي حاجه وانها مش هتملى ولا حتى هيبان عليها، والحاجه الثانيه بقى انها جواها شويه حاجات اساسيه بتوع الكروي اللي هو خد شنطته زي لبسه مثلا. فعلى طول هاروكا لبس اللبس بتاع الكروي بحيث انه ما يبقاش ملفت للنظر جامد في الغابه، وبعدها رمى النرد ولاحظ انه جاله فحظه بقى في اقصى حالاته حرفيا، ففرح وبدا يبص على المهارات اللي معاه ولقاهم ان كلهم في ليفل واحد مستنيين الفرج من ربنا علشان يكبروا ويخلوه اقوى. الغريب بقى ان الراجل العجوز حب يوجب معاه فاداله مهارتين كمان زياده من عنده. المهاره الاولى وهي مهاره الوحده، اصله ما شاء الله صديقي هاروكا كان اجتماعي بزياده فقرر انه يخليه يعيش لوحده من غير فريق. اما الثانيه بقى فاكتسبها علشان تهون عليه وحدته وهي مهاره الترويض، ودي بقى هيقدر من خلالها انه يخلي اي حد يعمل له اللي هو عاوزه من غير مجهود كبير منه. بيعدي الوقت وهاروكا استسلم للوضع الحالي وانه هيعيش ويموت وحيد، فقال لك بس بقى انا اروح ابني لي بيت اهو، على الاقل يبقى لي بيت اقعد فيه بدل ما ابقى وحيد ومتشرد كمان من غير حته تلمني. بعدها على طول لبس العدسات اللي معاه بحيث تحسن نظره شويه. ساعتها بقى اتفاجئ ان العدسات مش بس بتحسن نظره، لا دي كمان بتشرح له المحيط بيه، فبقى اي حاجه عينه بتقع عليها بيتكتب له في ايه هي عباره عن ايه بالظبط. وقتها بقى اكتشف انه معاه ازايز دواء بتعالج الجروح والسموم، وعرف كمان ان العدسات دي هتسمح له يقيم اي حاجه ايا كانت، فاستغل الموضوع ده لصالحه علشان يدور على الفطر اللي هيقدر ياكله وما يكونش مسموم. وفعلا جمع له حبه حلوين ينفعوه في زنقته، وبعدها راح ملى شنطته ميه من النهر بحيث انه لو بعد عنه ما يقعدش يصيح من قله الميه. وبكده بقى صديقي قدر انه يجمع الاكل والشرب اللي هو محتاجهم، علشان كده بدا يدور على اقرب كهف منه وراح يستكشفه علشان يتاكد ان مفيش جواه وحش
وحش كده ولا كده. استقر جواه على طول وقرر انه يخليه بيته اللي هيعيش جواه طول العمر. بالليل بقى بيبدا يستخدم سحر الحراره بتاعه علشان يسخن شويه ورق لحد ما يولع، فمنها يدفي المكان حواليه ومنها يبعد الوحوش عنه وهو نايم بالليل. تاني يوم بقى بيبدا انه يتمشى في الغابه ويدور على اي حاجه تنفعه لحد ما قابل وحشين من الاقزام، وبعد تفكير طويل قرر انه يغلف العصايه اللي معاه بالسحر بحيث انها تزيد قوتها شويه، وهوب هجم عليهم موتهم، وبكده قدر انه يرفع مستواه للليفل 2. ده كمان غير انه رفع من مستوى مهاراته كلها بجانب اكتسابه لمهاره جديده. بيعدي اليوم وبيجي اليوم الثالث، هاروكا بيكتشف انه لو غلف جسمه هو بالسحر قوته وسرعته هتزيد، فتحمس واستخدم السحر وطلع مسك قزمين كسر عظمهم. بعدها رجع للكهف وهناك استخدم كتاب سحر القرويين اللي معاه في الشنطه علشان يتعلم السحر ويطور من مهاراته فيه، لدرجه انه قدر يعمل باب للكهف بتاعه ويصنع ترابيزه وكرسي كمان باستخدام السحر. الاهم من كده بقى انه بقى قادر يخلص على القزم بضربه واحده بس من عصايته. علشان كده بقى قرر انه يكافئ نفسه ويدور له على ارنب ياكله. ساعتها بقى بيتفاجئ انه اتحشر في الطريق بين الخمس مجموعات اللي كانوا معاه في الفصل، فما بقاش عارف يهرب منهم ازاي، لان اي طريق هيمشي فيه هيقابل مجموعه منهم. هو الحق يتقال محدش فيهم هيعمل له حاجه، بس ممكن يعرضوا عليه التحالف، وهو عاوز يعيش حياته كلها على كيفه من غير ما حد يقول له روح وتعالى. بيجي الليل وهاروكا كان ماشي في امان الله لحد ما شاف مجموعه الروشين وهم ماسكين تاكا مهووس الرياضه ونازلين عليه سف. ده بقى خلى هاروكا يستغرب، لان تاكا طول عمره وحيد ولا بيتكلم مع حد ولا حد بيكلمه، فايه اللي لم الشمع على المغربي مره واحده كده. بس ما فكرش في الموضوع كتير ورجع الكهف قعد يفرك يمين وشمال لحد ما عمل له اوضه صغيره على قده ينام فيها. بعدها بقى قعد يحصر في نفسه لانه من ساعه ما جه هنا وهو قلب نباتي ما بياكلش غير الفطر بس، انما هو من جواه هيموت على حته لحمه ولا سمكه يرم بيها عظمه. بس بينام يا عيني وهو حزين. وتاني يوم بيبقى اليوم السابع لهاروكا، بيصحى من نومه على صوت عركه كبيره بين الهواسين والاقزام. في البدايه قرروا انه يسيبهم لوحدهم لان مهاراتهم احسن منه، ده غير انهم هم نفسهم في ليفل اعلى منه بكتير. بس اتفاجئ بقى بقزمين بيهجموا عليهم من ظهرهم، بس قال في نفسه بقى بس كده جه دوري، وفي ثانيه لثانيه كان خلص على القزمين. ده بقى ادى فرصه للمهووسين انهم يخلصوا على اللي معاهم، فشكروه على مساعدته ليهم. وبعد السلام والطيب بينهم هاروكا خدهم يريحوا في الكهف بتاعه شويه. هناك بقى الشباب حكوا له انهم هربانين، فهاروكا اتصدم لانهم مالهمش عداوه مع حد، فمين يعني اللي هيطاردهم وقلق منامهم بالشكل ده. علشان كده بقى اودا زعيمهم حكى له انهم اول ما نزلوا للغابه كلهم كانوا سوا، فقعدوا يصيحوا ويعيطوا على اللي جرالهم لحد ما هجم عليهم مجموعه من الاقزام. فالمهووسين والجماويه اتعاونوا مع بعض علشان يخلصوا عليهم، اما الروشين فقعدوا في جنب كده وفضلوا يعيطوا. من هنا بقى قررت فوميا انهم هيفضلوا كلهم سوا، بس هيروحوا يعيشوا على ضفاف النهر او على الاقل يبقوا في امان من الوحوش اكتر من وجودهم في الغابه. وبكده اشتغل الكل سوا كانهم ايد واحده، لحد ما بنت من البنات قالت لهم سوري ضوافرها هتتكسر لو اشتركت معاكم، وحلفت 100 يمين انها مش شغاله. فالروشين هم كمان سحبوا نفسهم ورا البنات وسابوا فوميا والمهووسين يخبطوا راسهم في الخيم. ده بقى قلق المهووسين لان الروشين اختاروا المهارتين اللي بيخلوهم يتحكموا في الناس بسهوله، مهاره الفتن وتحريك الدميه، يعني لو استخدموا مهاراتهم عليهم في اي لحظه هيخلوهم كلاب تحت ايديهم. علشان كده سهروا طول الليل يراقبوهم. ساعتها بقى سمعوا الروشين وهم بيخططوا انهم يستغلوا مهارات التحكم اللي عندهم دي علشان يسيطروا على البنات اللي معاهم ويعملوا فيهم اللي هم عاوزينه براحتهم. علشان كده عرفوا فوميا بخطط الروشين بسرعه، فاتفقوا انهم يوقعوهم في شر اعمالهم وعملوا خطه مضاده ضدهم. فوميا كانت كبش الفدا فيها وراحت لهم برجليها، ففرحوا جدا وحاولوا يسيطروا عليها. وهوب مجموعه المهووسين استخدمت مهاره الختم اللي معاهم في تحجير مهاره السيطره بتاعتهم، بس فوميا ما اكتفتش بده وطردتهم من المخيم كعقاب ليهم على خطتهم الشريره ضد البنات. فالروشين اتعصبوا ورجعوا حرقوا المخيم باللي فيه وضربوا كل اللي وقف في وشهم علشان يمنعهم. ده خلى بقى الطلاب يرموا اللوم على المهووسين واتقلبوا ضدهم بشكل غبي. علشان كده خدوا قرارهم انهم ينسحبوا بنفسهم بعيد عن الباقي، وبالتالي بقوا صيد سهل للروشين، فهم هربانين منهم وخايفين لا يعثروا فيهم. المهووسين صعبوا على هاروكا خاصه انهم كانوا بيعاملوه حلو في الفصل، فعزمهم على وليمه فطر كبيره من كل شكل ولون. ده غير انه سمح لهم يباتوا معاه في الكهف لحد الصبح. ومن النجمه بقى لموا المهووسين عدتهم واستعدوا انهم يمشوا بعد ما ودعوا هاروكا وعرفوه انهم هيخرجوا من الغابه، وخصوصا علشان يدوروا على مدينه يعيشوا فيها ويشتغلوا مغامرين ليها. بس هاروكا رفض بشياكه لان مهاراته بعافيه شويتين، يعني لو راح معاهم هيعطلهم اكتر ما هيفيدهم. بالليل بقى مجموعه البنات كانت بتلف في الغابه وقابلوا هاروكا وسالوه عن اودا وجماعته لان كان اقرب واحد ليهم، فاكيد هو عارف مكانهم. وكمان بيعرفوا انهم عايزين يعتذروا لهم مش اكتر. وبعدها وضحوا له انهم كان مضحوك عليهم والمهووسين هم اللي كانوا بيحموهم وواخدين بالهم منهم. فبالتالي بقى بعد ما مشيوا اكتشفوا انهم صفر على الشمال، فهم عايزين يعتذروا لهم عشان يرجعوا لهم مره تانية. علشان كده هاروكا قال لهم ان المهووسين رايحين للمدينه، فلو حابين انكم تلحقوهم لازم تطوروا مهاراتكم القتاليه علشان يقدروا يخرجوا من الغابه صاغ سليم من غير ما الوحوش تخلص عليهم. فالبنات بداوا يترجوا هاروكا انه يعلمهم اي حاجه يقدروا يحموا بيها نفسهم، وقدام اصرارهم وزنهم هاروكا ما قدرش يرفض طلبهم. بس اتفاجئ انه اتفعل مهاره الاخضاع وان الثلاث بنات بقوا تحت سيطرته، فصوت من الصدمه لانه ما كانش عاوز يعمل كده، خاصه ان البنات بقوا عاملين زي الانسان الآلي ما عندهمش روح. هنا بقى فوميا وصلت لمكانهم، فهاروكا ما كدبش خبر وقال لها الحقيني وحياة عيالك
انا اتدبست في الثلاثه دول ومش عارف اكسر السحر ازاي. علشان كده قعدت تتكلم معاهم لحد ما فاقوا من سحر الاغضاع بالسلامه. في الوقت ده بقى كان باقي بنات الفصل وصلوا لمكانهم، فمسمروا هاروكا في مكانه علشان يتناقشوا سوا في اللي المفروض هيعملوه في حياتهم دلوقتي. بعدها رجعوا لهاروكا يترجوا انه يفضل معاهم لحد ما يظبطوا امورهم، لانهم خايفين يفضلوا في الغابه لوحدهم من غير راجل معاهم يحميهم. فهاروكا قال لهم كان على عيني والله، بس انا ببات في بيتي مش في الغابه. فالبنات عينها نورت كده وقالوا له بيت الا قول لي ده يشيل كام نفر يا غالي. فهاروكا قال لهم انه ياخد جواه بتاع 240 انسان مستريح، ولو حسبوا الحمام والمطبخ معاهم ممكن يدخل في ال 300. هنا بقى البنات عينها نورت اكتر، فبعتوا له فوميا تطلب منه انهم يباتوا في بيته النهارده، ولانه عشان بيعز فوميا فوافق على طلبهم وخدهم معاه للكهف علشان يباتوا فيه. اما هو فيحصر عليه، خد خيمته ونام بره قدام الكهف في الهواء الطلق، لانه ما ينفعش ينام معاهم في مكان واحد حتى لو كان المكان كبير، ده راجل برضه وهم بنات يا صديق. علشان كده فوميا شكرته على موقفه الشهم معاهم، لان الشباب كلهم مشيوا وسابوهم لوحدهم بعد ما الروشين اتطردوا من المجموعه، وده خلاها هي والبنات في خطر دايم بسبب وحوش الغابه. والصراحه بقى صديقي هم بنات برضه فمش حمل بهدله. فهاروكا على طول اتقبل الوضع وقال لها انهم بنات فطبيعي يكونوا خايفين يتحركوا في الغابه لوحدهم على عكس الرجاله بقى. علشان كده هو هيعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم ويحموا حياتهم لحد ما يطلعوا من الغابه ويوصلوا للمدينه عند اودا واصحابه. ومن النجمه بقى صحيوا البنات طبخوا سمك كشكر لهاروكا، فعينه نورت وهجم على السمكه في راسها، وهو بيحكي لهم ان كل يوم بيروح للنهر عشان يصطاد سمك، بس ما كانش بيعرف يمسكها لانها بتتزحلق من ايده بسرعه. فوميا سمعت الحكايه دي من هنا وخدته للنهر، ومعاها بنت تانية بتستخدم سحر البرق، فبتصعق البحر كله لحد ما تخلي السمك ينط لفوق من الخضه. فهاروكا اتحمس وطلب منها تعمل البرق وتسيبه في ايديها شويه، وبعدها غلفه بمهاره التغليف بتاعته، وبكده اكتسب سحر البرق وبقى يستخدمها في صيد السمك. ومن هنا عرف ان سحر التغليف بتاعه بيسمح له انه يكتسب اي نوع سحر تاني. ومن هنا بقى ادرك ان حتى اعفن المهارات اللي هو خدها قادر هو يخليها جامده جدا لو استخدمها صح. بعد كده هاروكا قعد مع البنات يستكشف قواهم، فاتفاجئ ان اقل واحده فيهم وصلت لليفل 16، وهو من يوم ما جه هنا عمال يفرك يمين وشمال ويا دوبك وصل لليفل 7 بالزق، بس ما قدرش يعترف للبنات بالسر الخطير ده اللي يفقدوا الثقه فيه ولا حاجه. وبعدها جات لهم 3 دببه خارجين من الفرن طازه علشان يحاربوهم ويتدربوا عليهم. فالبنات نفخوا ريشهم وقالوا له ده اقل واحده فينا لو نفخت في وشهم هتطيرهم. وهوب الديابه هجمت عليهم وخلتهم ستيكر على الارض في ثانيه الا ثانيه. فالبنات اتشالوا واتحطوا لحد ما عملوا اجتماع مغلق في خيمه هاروكا علشان يوصلوا لخطه حلوه يهزموا بها الذئاب. في الوقت ده بقى بنت من البنات شكرت هاروكا على موقفه الشهم معاهم، وانه ما طلعش واطي زي باقي الشباب لانهم حاولوا يهجموا عليهم قبل كده، علشان كده طردوهم من المجموعه. ساعتها باقي الشباب سحبوا نفسهم واحد ورا التاني لحد ما بقوا بطولهم في الغابه، فهي كانت خايفه لا يعمل هو كمان كده فيهم، بس هو طلع شهم ووفر لهم بيت واكل وشرب وحمايه كمان. والاهم من كده كمان انه بيدربهم علشان يقدروا يحموا نفسهم بنفسهم من غير ما يعتمدوا على حد ممكن يتخلى عنهم في اي لحظه. نرجع للبنات من تاني بعد ما تعاونوا سوا بقياده فوميا، وقدروا انهم يعلموا على الذئاب لدرجه انهم ما بقوش قادرين يقولوا حق برقبتي حتى. فهاروكا فرح جامد كده وقال بس العيال بقوا جامدين جدا يبقى هياخدوا بعض ويروحوا على المدينه، وانا بقى اقعد في بيتي لوحدي براحتي مره تانيه. بس فوميا حطمت له احلامه وقالت له رجلنا على رجلك ومش رايحين للمدينه من غيرك يا عمري. ومن هنا بقى البنات لموا عدتهم واكلهم وشربهم اللي ممكن يحتاجوه في الطريق، وبعدها مشوا ورا هاروكا خطوه بخطوه. بيجي الليل والدنيا مطرت جامد، فالشاب من الفصل طلع يجري في الغابه يمين وشمال وهو هيموت في جلده من كتر الرعب، وهوب اتكعب الفطوبه قلبته على وشه. فشخص مقنع استغل ده وهجم عليه وقتله بسرعه برغم مقاومه الشاب المستميته بانه يبعد ايده عن رقبته. على الجانب التاني بقى هاروكا لسه بيقود المجموعه وهو مدي الاولويه لحمايه البنات من اي خطر ايا كان الثمن. هنا بقى قابلهم وحش عباره عن ضلفه باب متحركه، علشان كده هاروكا امر البنات انهم يبعدوا بعيد ويستخبوا ورا شجره على ما يشوف هيخلص عليه ازاي. فبعد تفكير عميق وفرك كتير قدروا انه يطلع فوق كتافه ويضربه على راسه، بس الوحش ما مات وقدروا انه يقف على رجليه مره تانيه. علشان كده هاروكا استخدم تسخير النار اللي اتعلمه من سحر الحراره بتاعه وهوب رماه في وش الوحش جاب اجله. وبكده يبقى هاروكا قدر انه يحمي البنات من اول خطر حقيقي يواجههم في وجوده. ده خلاهم مبهورين جدا بيه وعمالين يشكروا فيه لانه بطل حقيقي عمرهم ما يوصلوا لنص قوته حتى. بالليل هاروكا استقر بالبنات في مكان علشان يخيموا لحد الصبح، فسلى نفسه في صنع فخاخ ارضيه تحميهم من الوحوش لو قررت تاخدهم على اخوانها او تهجم عليهم حتى وهم نايمين. وبعدها فتح خريطته اللي اكتسبها بسبب مهاره التقييم اللي جات له لما استخدم العدسات واستكشف فيها الغابه حته حته. في الوقت ده بقى مجموعه الجماويه وصلوا لمكان هاروكا، فبعد ما القوا عليه التحيه قالوا له انهم مرعوبين ومش قادرين يثقوا في حد لان اللوح كان عليه مهاره الاختطاف وما يعرفوش مين بالظبط اللي خدها، لانهم على ما وصلوا للوح المهاره كانت متاخده. فهاروكا اتصدم لان اللي معاه مهاره الاختطاف يقدر يسرق بيها اي مهاره تعجبه من ملكها بشرط انه يقتله. يعني من الاخر كده في معاهم في الغابه قاتل مستخبي مستني فرصته علشان ينقض عليهم، بس الاكيد انه مش من مجموعه الروشين لانهم كان معاهم قدرتين من بتوع السيطره قعدوا يتفشخروا بيهم في الراحه والجايه لحد ما المهووسين ختموهم ليهم. وبالتالي يبقى المهاره دي مش مع المهووسين هم كمان، خاصه انهم اختفوا من الغابه، والاكيد كمان انها مش مع الجماويه لانهم خايفين من القدره دي اصلا، ومش مع هاروكا لانه كان وصل اخر واحد فاوريدي كانت اتاخدت. بس يبقى اكيد هي مع حد من البنات، بس مين فيهم ما يعرف.
يعرفوش. علشان كده الجماويه جم يحذروا هاروكا ويطلبوا منه ياخد باله وهو معاهم، بالذات للي معاها المهاره دي لا تاخده على اخوانا. ساعتها فوميا وصلت سمعت اللي قالوه كله، فراحت لهاروكا تعترف له ورقبتها قد السمسمه ان هي اللي معاها المهاره دي، بس محدش يعرف غير اودا وجماعته. فهاروكا ضحك عليها كده لانه خمن ان معاها مهاره الاختطاف فعلا من اول مره شافها فيها، بس ما اهتمش بالموضوع ولا حتى خاف منها لانه عارفها كويس، فوثق فيها ان عمرها ما هتقتل حد علشان تسرق منه قوته. اكبر دليل على كده ان لما اودا ختم مهاره سيطره بتاعه الروشين ما ختمش مهاره الاختطاف بتاعتهم، لانه واثق ومطمن انها مدام مع فوميا فما فيش قلق منها. ده بقى طمن فوميا شويه وخلاها تنزل طاجن ستها اللي شايلاه فوق دماغها من على كتفها. بعدها بقى هاروكا امر البنات انهم يستنوه على ضفه النهر مع فوميا على ما يستكشف المكان حواليهم ويرجع لهم مره تانية، وبعدها غلف نفسه بالسحر علشان يزود سرعته ويخفف وزنه، فده يساعده انه يقدر ينط نطه عاليه لفوق، فمن الغصن ده للغصن ده لحد ما وصل للسما فوق الشجر. ساعتها شاف المكان حواليهم عامل ازاي واخر حدود الغابه فين، وهوب اتقلب على وشه على الارض زي شوال البطاطس، وعلى طول خد البنات ومشوا في الطريق اللي شافه لحد ما وصلوا لحدود الغابه وطلعوا منها كاملين العدد من غير ما يجرى لهم حاجه اخيرا. بس الثلاثه كانوا سادين الرؤيه عن هاروكا، فما كانش قادر يحدد المدينه فين بالظبط، وعلشان كده مش عارف هما المفروض يمشوا في انهي اتجاه. ساعتها اتفاجئ انه اكتشف مهاره المشي في الهواء بسبب اللي عمله امبارح. على طول ما كدبش خبر واستخدمها بسرعه وطلع لفوق علشان يستكشف المكان حواليه عامل ازاي. وقتها بقى شاف مجموعه من السكان الاصليين للعالم ده وهم متحوطين بمجموعه كبيره من الذئاب الشرسه، وكلها مساله وقت وهتكون مخلصه عليهم. علشان كده رجع للبنات مره تانية وحكى لهم على اللي شافه، وان الناس دي مش هتقدر تحارب الذئاب بطولهم، يعني كلها مساله وقت وهيموتوا. الانيل من كده بقى ان المسافه بينهم كبيره جدا، فحتى لو جريوا باقصى سرعتهم صعب يوصلوا ليهم في الوقت المناسب. علشان كده هو هيستخدم سحره ويحاول يوصلهم بسرعه، وكان بيحسهم انهم يوصلوا في الوقت المناسب قبل ما الذئاب دي تموت الناس وتموتهم هم كمان معاهم. وفعلا بيستخدم هاروكا سحره كالعاده، بس المره دي بقى استخدم تسخير الهواء علشان يعمل شويه رياح تطيره على هناك، بس الرياح من شدتها سحبت فوميا معاه، فمسكت في كتف هاروكا بسرعه وهي بتطلب منه يخفف سرعته شويه. هاروكا ما كانش هيقدر يعمل ده لانه لو وقف مره واحده هيقع على جدور رقبتهم ويموتوا فيها، فكمل جري بيها لحد ما وصل للمجموعه وهوب نزل بكل سرعته على الارض، وده بقى عمل انفجار هواء شديد خلص على الذئاب كلها في ضربه واحده. علشان كده اوفتر وجينكي قاده المجموعه شكروه على موقف الشهم معاهم وانه ما تخلاش عنهم. بعدها بقى قالوا له انهم من المغامرين وكانوا جايين يقتلوا الذئاب دي لانها بتقتل اي حد يعدي من الطريق ده، بس اتصدموا لما لقوا معاهم ذئب كبير، ده غير عددهم الكبير اللي حصروهم بيه، فلولا وصولوا ليهم في الوقت المناسب كان زمانهم في خبر كان. وقتها هاروكا لاحظ انهم منهكين، علشان كده ادالهم فطر تحمل ياكلوه، فالشباب فرحوا جدا لانه فطر نادر صعب حد يشاركه مع حد تاني. في الوقت ده كان باقي البنات وصلوا للمكان، فاوفتر خدهم كلهم معاه للمدينه كشكر منه لهاروكا على مساعدته ليهم، ورغم كده كمان هاروكا راح معاهم علشان يطمن انهم في امان بنفسه. في نفس الوقت ده بقى مجموعه الروشين قرروا انهم هيلفوا ورا البنات لحد ما يوصلوا لهم وينتقموا من فوميا على طردها ليهم، فتاكا نصحهم انهم يدوروا على المهووسين الاول علشان يجبروهم انهم يفكوا الختم اللي حطوه على مهاره السيطره بتاعتهم. وهنا بقى جماعه الجماويه شافوهم وسمعوا مخططهم الخبيث. نرجع تاني للبنات بعد ما دخلوا المدينه واتفسحوا فيها رايح جاي براحتهم، ففوميا جمعتهم وقالت لهم انهم هيسيبوا اللي وراهم واللي قدامهم دلوقتي مخصوص علشان يروحوا لنقابه المغامرين ويسجلوا فيها اسمائهم، وبعدها يروحوا على محل الجواهر يبيعوا جواهرهم اللي جمعوها من قتل وحوش الغابه مقابل فلوس. ساعتها بقى هيدلعوا نفسهم بالفلوس دي، واخر اليوم هيشوفوا فندق حلو كده هيلموهم كلهم سوا. وفي الطريق ممكن بقى نبقى نسال عن اودا وجماعته، يمكن حد شافهم هنا ولا هناك. وفعلا بيطلعوا كلهم يروحوا للنقابه علشان يسجلوا فيها اسمائهم ويشتغلوا معاهم مغامرين مقابل فلوس. وبما انهم شويه عيال فالمغامرين اللي كانوا موجودين قعدوا يتنمروا عليهم بينهم وبين نفسهم. هنا بقى اوفتر نده على هاروكا وقال له يجي وراه علشان مدير النقابه عاوزه حالا، فهاروكا امر فوميا انها تسجل اسمها هي والبنات على ما يرجع لها. وبعدها راح للمدير وهو ركبه بتخبط في الارض وبيدعي ربنا يجيب العواقب سليمه، اصل مدير المغامرين هيعوز ايه من عبيط زي ده يا صديقي. بس المدير بقى صدمه وشكره جامد على وقفه الرجاله اللي عملها مع اوفتر وفريقه، بس هاروكا ما كانش مصدق نفسه وما صدق يسيب ايده علشان يخلع بحياته بعيد عنه. وساعتها شاف المحل اللي بيبيع الجواهر جوه النقابه، فجرى عليه بسرعه وقال للموظفه مساء الخير يا فندم، معايا صفقه جواهر تحفه 100 يمين ما هتطلع بره النقابه. فالموظفه خدته على قد عقله وقالت له سيب الجواهر اللي معاك هنا وعدي بكره خد فلوسها. فهاروكا ما كدبش خبر وطلع لها كل الجواهر اللي جمعها في الكام يوم اللي فاتوا. ده خلى البنت وشها يجيب الوان لانها عمرها ما اشترت الكم ده كله من شخص واحد، فقالت له بقول لك ايه انجوي انت بقى وبكره تعالى لنا على ما نجمع الفلوس. هنا بقى فوميا ندهت على هاروكا علشان يجي يسجل نفسه زيهم، فاوفتر قال لهم انه ما كانش متوقع انهم جامدين قوي للدرجه دي وانهم معديين ليفل 30 بحبه حلوين. ده بقى خلى المغامرين يرحبوا بيهم بينهم ويتعرفوا عليهم، ما خلاص بقى طلعوا مغامرين بحقه حقيقي. علشان كده هاروكا دخل يسجل اسمه وهو كله امل ومنفتح على الحياه لحد ما اتفاجئ بالبنت وهي بترفض طلبه لانه علشان ينضم لازم يكون معدي ليفل 10، ده في حاله انه معاه فريق يعني، انما هو في حالته بقى وبما انه وحيد ومكتوب في ملفه انه وحيد بالبنط العريض فلازم يوصل لليفل 20 علشان
يعتبروه مبتدئ، وليفل 30 علشان يقبلوه بينهم كمغامر. ده خلى هاروكا ينهار لانه يستحيل يوصل للليفل 20 بالسهوله دي بسبب المهارات اللي عنده، خاصه انه بيعمل كل حاجه لوحده فمفيش حد بيساعده يرفع من مستواه. بيجي الليل وبيروحوا كلهم يباتوا في فندق تبع النقابه. فالاول مره من كام يوم هاروكا بينام لوحده من غير ما حد يقلق منامه، وبرغم كده سريره وبيته اللي في الغابه كانوا وحشينه وعاوز يرجع لهم من تاني. تاني يوم تحديدا اليوم 19 من وجود المجموعه في العالم ده، هاروكا راح للبنت علشان ياخد فلوسه منها. فمدير النقابه اداله 8 مليون وقال له ان ده كل اللي حيلتهم دلوقتي من سيوله، لان جواهره كتير جدا فمعهمش حسابه كله، علشان كده هيقسطوا ليه على فترات، والثمانيه دول هيبقوا اول قسط فيهم. ده بقى خلى هاروكا يطير من الفرحه واعتبر نفسه من عيله القوم وخلاص، ما هو معاه 8 مليون مين قده. هنا بقى جينكي شافه فقال له طلبك عندي، تعالى معايا هوديك لمكان حكايه هيعجبك قوي. على طول هاروكا ما كتبش خبر وراح معاه، ودماغه عماله توديه وتجيبه عن طبيعه المكان اللي رايحينه. وفعلا وصلوا للمحل. ساعتها جينكي قال له ان التاجر ده رجل حويط بيبيع اسلحه نادره الوجود، لانه بيجمعها بنفسه من المتاهات. وبما ان هاروكا عاطل عن العمل الوحيد، ففي عرض سلاح عدل هيطور مهاراته ويساعده يحافظ على نفسه في الغابه. علشان كده بقى انطلق في المحل واشترى كل اللي هو عايزه، لدرجه ان صرف ال8 مليون كلهم في شويه اسلحه وحاجات ما يعرفش ايه لازمتها اصلا، بس الراجل قال له هتنفعك يا ابني يبقى هتنفعك يا ابني. بعد كده استخدم قلاده اشتراها من التاجر علشان يجمع قوه الحاجات اللي اشتراها دي كلها مع ممتلكاته الاصليه، بحيث يقدر يستخدمهم بسهوله وبسرعه من غير ما يشيل هم وزنهم او عاوز ايه منهم. تاني يوم بقى هاروكا بيشيل الهم، لانه بعد ما اشترى الاسلحه دي فلس، واكتشف ان حراس المدينه بيمنعوا خروج اي حد منها الا لو كان من المغامرين. الانيل من كده بقى ان البنات نفسهم بقوا بيرهبوه علشان ما يمشيش ويسيبهم. طب يهديكوا يرضيكوا، ده انا راجل غلبان كل هدفي اني اعيش لوحدي في عرض الغابه، ودول ابدا عمالين يبوظوا عليه خطه هروب وخطه ورا التانيه. لحد ما في يوم استنى لما البنات طلعوا في رحله مغامره بره سور المدينه، فاستخدم عبايه الاخفاء اللي اشتراها من التاجر وطيران على بره بسرعه. ساعتها بقى شاف مجموعه من البلطجيه محاوطين عربيه فيها بنت وحالفين 100 يمين لا يسرقوها وبعدها يقتلوها. فهاروكا راسه الف سيف انهم ازاي يعملوا فيها كده في وجوده، فمسك عصايته وهجم عليهم. وعلشان العصايه استخدمت ضده مهاراتهم في استخدام السلاح، دي كانت اول مره لهاروكا يشوف النوع ده من المهاره، فوقف يراقبهم علشان يدرس المهاره دي كويس وهو بيتجنب ضرباتهم ليه لحد ما هم نفسهم اغمى عليهم من التعب. ساعتها الاميره طلعت من عربيتها تشكره على انقاذها ليها، وبعدها حلفت 100 يمين عليه لا يجي معاها القصر لابوها علشان يشكره. فهاروكا على طول وافق علشان ما يحرجهاش، خاصه انه كان فاكر ان ابوها ده مالك مدينه تانية غير اللي كان فيها. ففي الطريق بقى خد راحته شويتين ثلاثه معاها وقال لها انه كان في مدينه هباب ما يقدرش يخرج منها غير بتصريح. فالاميره فهمت ان قصده على مدينتها، علشان كده اعتذرت له بسرعه وقالت له انت لازم تيجي معايا علشان اوريك بنات البلد الجدعان بيتصرفوا ازاي في المواقف اللي زي دي. ده بقى خلى هاروكا هيموت مجلوط لانه ما صدق يهرب من المدينه دي اصلا، هيرجع لها تاني. في نفس الوقت بقى مجموعه الجيماويه وقفوا في وش مجموعه الرويشين وقالوا لهم انهم عرفوا بمخططهم الخبيث فمش هيعدوهم غير لما يحاربوهم. وبكده بقى بيقفشوا الاثنين في خناق بعض وبيستعدوا لمواجهه بعض بالاسلحه. وهوب بيجي واحد من وراهم طعن زعيم الرويشين في بطنه وخلص عليه في لحظتها. ويا ريته سكت لحد كده وبس، لا ده دور القتل في فريق الرويشين كله لحد ما بقوا جثث على الارض. فالجيماويه استغلوا ده وحاولوا يهربوا منه، بس هو ما سابلهمش فرصه وراح وراهم خلص عليهم هم كمان. نرجع بقى لهاروكا بعد ما الاميره خدته معاها قصر ابوها غصب عنه وعن صياحه اللي صدعها بيه، وهناك قدمت له وليمه كبيره فيها كل ما لاذ وطاب، فقعد ياكل لحد ما شبع. ساعتها الاميره قدمت له بطاقه هويه فيها اسمه وانه من البلد دي علشان يقدر يروح ويجي براحته من غير ما الحرس يمنعوه من الخروج. فهاروكا بقى هيطير من الفرحه بيها حرفيا. في اليوم ال 22 البنات اتجمعوا حوالين هاروكا علشان يقرروه بالكلام ويعرفوا منه ايه اللي وداه امبارح لقصر الملك، لكن هاروكا رفض يقول لهم الحقيقه واتهرب من الاجابه، لانهم لو عرفوا اللي فيها وانه حاول يهرب هيعملوا منه شاورما حرفيا. لحد ما البنات زهقوا منه فمشوا وسابوه. وقتها هاروكا خد بطاقته وطيران على بره قبل ما حد يقول له لا، وبعدها وصل للغابه بس اتفاجئ بهجوم الحيوان الضخم عليه في مكان قريب من بيته، فقتله بسرعه وهو مستغرب ايه اللي جابه لهنا لان ده ولا مكانه ولا حتى بيته. ساعتها هاروكا شاف بقعه دم كبيره على الارض، فخمن الناس سبب اللي جذب الوحش ده، واكيد جذبت غيره برضه للاتجاه ده. ده خلى هاروكا يفكر في كل الاحتمالات المتاحه قدامه لحد ما وصل لفكره ان الجيماويه كانوا بيحموا البنات من بعيد لبعيد، فاكيد طريقهم وقع في الرويشين ودول عيال شرانيه اكيد رنهم علقه محترمه توابعها قدامه اهي، علشان كده طلع يجري ورا اثر الدم لحد ما وصل لهم فعلا وكانوا متصابين وحالتهم بالبلا. علشان كده رمى عليهم كل الدواء اللي معاه بسرعه على امل انه يعالج جروحهم ويفوقهم، وفعلا الدواء قدر انه يفوقهم. وقتها اول حاجه الشباب سالوه عنها البنات في حته امان ولا لا، فهاروكا اكد عليهم انهم في المدينه يعني امان الامان. بعدها سالهم عن اللي جرى لهم واللي بهدلهم بالشكل ده، فحكوا له ان تاكا مهووس الرياضه هجم عليهم في الغابه وقتل الرويشين بعد ما سابهم هم عايشين وسرق اسلحتهم كلها. وبعدها قالوا له ان تاكا قلب الغابه كلها على فوميا لانه عارف انها هي اللي خدت مهاره الخطف فعاوز يقتلها علشان ياخدها منها بنفسه، وبما ان علاقتهم حلوه بيها فسابهم عايشين عشان يروحوا لها ويطلبوا
ومساعدتها في علاجهم، فكان هيمشي وراهم ويوصل لها ويعمل اللي هيعمله، بس هما كانوا اذكى منه وجم هنا عند بيت هاروكا بدل فوميا علشان تفضل هي والبنات في امان. علشان كده هاروكا امرهم انهم ياخدوا بعضهم بربطة المعلم كده ويروح المدينة عند فوميا، وهناك يقدروا يحموها هي وباقي البنات. اما هو فهيفضل هنا علشان يحارب تاكا ويضمن انه مش هيوصل لهم ولا يعترض طريقهم مرة تانية. ومن هنا بقى قرر هاروكا انه يرفع من مستواه شويتين ثلاثة على ما تاكا يوصل له بالسلامة، فبدأ يقتل كل الوحوش اللي جت من جوه الغابة اللي عنده بسبب ريحة الدم اللي مالية المكان كله. فمن وحش للتاني ازدادت مهاراته وبقى عارف ازاي يستخدم عصايته بعد دمجها مع اسلحة التاجر، وفعلا نجح اخيرا انه يوصل للليفل 11 بعد ما طلع عينه. ساعتها وصل له تاكا بالسلامة، فكلمة من ده على كلمة من ده تاكا اعترف له ان هو اس الفساد في الفصل، لان هو اللي حرض الرويشين من البداية على خطتهم الخبيثة ضد البنات، كل ده علشان رغباته الشخصية في الحصول على قوة الاختفاء من فوميا. وبما ان المهارات اللي مع هاروكا مش فارقة معاه في حاجة، فقال له روح كل انت عايش في حتة بعيد يا غالي، ماليش مزاج اخلص عليك دلوقتي. بس هاروكا وقف في وشه وقال له انه مستعد يحمي فوميا بروحه. علشان كده تاكا فعل كل قوته وقال له اخرك هاته وعينك ما تشوف الا النور يا صديقي. تاكا بقى نازل ضرب وطحن في هاروكا، وهاروكا كل اللي طالع عليه الجري بعيد عن الصخور اللي بيرميها عليه. فتاكا قال يسلي نفسه ويحكي له عن مخططه بما انه كده كده هيموته، وعرفه انه لما دخل الاوضه البيضاء كانت مهاره الاخفاء اتاخدت، فخد هو مهاره النسخ علشان يقدر ينسخ المهاره اللي تعجبه من عدوه لما ينتصر عليه في المعركه، والانتصار بالنسبه له يعني القتل. هنا بقى تاكا طلع كل الاسلحه اللي معاه وحلف 100 يمين اللي هيخلص عليه من اللعبه الحمضانه دي، فهجم على هاروكا من يمينه ومن شماله لحد ما حدفه بعيد عنه. وقتها هاروكا جمع كل الخيوط ببعضها، فقال لتاكا قرأتك خلاص، انت بتدور على فوميا علشان تنسخ قدره الاختطاف منها وبعدها تقتلها وتكسب قدرتها ليك للابد. فتاكا قال له برافو عليك، ومن خلالها بقى هقتل كل اللي يقابلني واكسب قوته لنفسي لحد ما بقى اقوى واحد في العالم. من هنا بقى هاروكا خمن ان تاكا لما بينسخ القوه ما بيقدرش يستخدمها غير عدد محدود من المرات، وبحسبه سريعه منه قدر يعرف انهم 3 مرات بس. فبدا يهجم هو على تاكا وهو بيعرفه اللي وصل له علشان يستفزه ويستخدم المره الثالثه من كل مهاره عنده علشان يبقى ميه حرفيا. بس تاكا كان انصح منه وبطل يستخدم مهاراته وبدلها باسلحته علشان يوفر المره الاخيره لخصم اقوى بالنسبه له من هاروكا. لكن هاروكا بقى كان خلاص اتعود على سرعه حركه تاكا، فبقى قادر يصد هجماته ويردها له كمان. ده بقى عصب تاكا جدا، فضحى بكاريزمته ورمى عليه تعويذه الموت الفوري، فهاروكا لفظ انفاسه الاخيره وبعدها ريح جنب عصايته على الارض. فتاكا فرح جدا لدرجه انه قعد يكلم جثه هاروكا اللي وقع قدامه بشماته. بعدها حط رجليه على راسه علشان يثبت انتصاره عليه، وبعد كده لف وشه علشان يمشي بعيد عنه. ساعتها هاروكا قام وقف من تاني وهو بيقول له فلتت منك المره دي يا تاكا، لان معايا مهاره الصحه ودي بتخليني اقاوم المرض، فبما ان التعويذه اللي رميتها معتمده على انها تتعبني لحد ما اموت فما اشتغلتش عليا. اديك الكبيره بقى، انا رميت على الارض حجرين نرد قبل ما توصل وجالي منها 2 ام، يعني بنسبه كبيره فوز عليك هيبقى في اقصى حاجه، ونسبه نجاح تعويذتك عليا كانت في ادنى درجاتها. بس هو حب يحسسه بنشوه الانتصار فمثل عليه انه مات علشان لما يقوم يخلص عليه ما يتقمص ويعيط انه ما سابلوش فرصته. وقتها تاكا جاب اخره فقال له ازاي اصلا قادر تتحرك كل ده، وانا اول ما حاربتك رميت عليك تعويذه التعديل علشان تتجمد مكانك وما تتحركش. فهاروكا وضح له مره تانية بانه معاه مهاره الدميه، ودي بتخليه قادر يتحكم بجسمه من بره كانه بيلعب بعروسه على المسرح، وبالتالي كان قادر يحرك نفسه بعيد عن هجمات تاكا رغم انه رمى عليه تعويذه التعديل بتاعته. وبكده بقى صديقي يبقى الكام مهاره العبط اللي هو اتريق عليهم في الاول وافترض انهم ضعف طلعوا اقوى مما كان هو متخيل، وكانوا سبب في انتصاره على تاكا. تاكا ما قدرش يستحمل كل ده فبقى يهجم على هاروكا بشكل عشوائي لحد ما هاروكا زهق منه وقال له انه بقى قوي وشاطر علشان اعتمد على نجاحات غيره وسرقها منهم. بس في الحقيقه يا صديقي هو ضعيف وما عندوش اي مهاره عدله تخليه يقف على هو اللي سف تراب الاسفلت علشان يوصل للليفل 11 بطلوع العين. بعدها غلف نفسه بالسحر علشان يزود من قوته وهوب رمى تعويذه على تاكا جابته الارض اخيرا. وبكده هاروكا انتصر في معركته ووقف مهاره الدميه، فده خلاه حاسس بالوجع وبياكل فيه اكل لحد ما هو على الارض. ساعتها مجموعه المهووسين ظهرت من مفيش وساندوه علشان يقوموا معاهم. في الطريق بقى حكوا له انهم لما رجعوا للمدينه قابلوا البنات والجماويين وعرفوا اللي حصل واللي هو كان ناوي يعمله، فالكل كان قلقان عليه وعاوزين يرجعوا للغابه علشان ينقذوه من تاكا، بس هم رفضوا وامروهم يستنوهم في المدينه على ما يرجعوا هم للمدينه ويجيبوه معاهم من تاني. وفعلا بيوصلوا للمدينه فالكل رحب بهاروكا وخدوه معاهم جوه علشان يعالجوه وينضفوه من تراب الاسفلت اللي سفوا في معركته ضد تاكا. اما البنات بقى فاعتذروا الاوضه وفريقه على موقفهم البايخ معاهم، وبعدها شكروهم لانهم كانوا السبب في وصولهم لبر الامان في المدينه هنا حتى لو كان بشكل غير مباشر. نرجع لهاروكا وهو بيحاول يسحب نفسه بعيد عن التجمع علشان يرجع لوحدته وغابته، وهوب فوميا قفشته فادت له كلمتين في جنابه لانه مصمم يمشي ويفضل لوحده بعيد عنهم. ساعتها بقى باقي البنات جم وراها وبصوا له وعيونهم بتطلع 100 شرار، وبتهديد صريح منهم انه لو فكر يهرب منهم مره تانية هيلاقوا جثته متريحه جنب جثه تاكا في الغابه. ده خلى هاروكا يحلم بمكان غريب ضلمه، فضل يمشي فيه لحد ما وصل لجثه شخص اتحولت لعظم من كتر ما عدى عليها فتره كبيره لوحدها. علشان كده قام مخضوض من نومه وهو مش فاهم ايه يخليه يحلم حلم غريب زي ده. وفي اليوم ال 26 بقى هاروكا قام من نومه وهو مش قادر
قادر يفتح عينه لانه ما استريحش لسه من معركته ضد تاكا، ده غير الحلم الغريب اللي قلق منامه طول الليل. وقتها قابل المهووسين اللي حكوا له انهم هيروحوا يقلبوا الغابه عليها واطيها زي كل يوم، بس المره دي بقى لسبب مختلف عن كل مره، لانهم على طول بيخرجوا يقتلوا وحوش علشان يرجعوا بمجوهرات يبيعوها وياخدوا فلوسها. بس المره دي هم عرفوا ان في عنصر نادر موجود هناك قادر انه يخلي نظره الناس عنك تتغير، وفعلا خدوا بعضهم ومشيوا للغابه. فهاروكا فرح وقال لك بس فرصتي جات لي علشان ارجع لمكاني ووحدتي مره تانية. هنا بقى فوميا جت من وراه وهي شايطه منه ومن تصرفاته واصراره المريب على الوحده، فمسكته كده وهي بتقول له الا قول لي بقى انت ناوي تعقل وتكبر امتى بقى يا ابني؟ حالتها دي رعبت هاروكا، فقعد قدامها يعتذر لها على تهوره، وبعدها وعدها انه هيقعد مؤدب بعد كده ومش هيتحرك من المكان اللي هتسيبه فيه. فقالت له برافو عليك انت كده جود بوي. وبمجرد ما مشيت افتكر كلام المهووسين عن العنصر النادر اللي موجود في المتاهه، فقرر انه يروح يدور عليه مخصوص علشان يخلي الكل يحبوه ويبطلوا يتعصبوا عليه او يتضايقوا من تصرفاته، خصوصا فوميا اللي كل ما بيتكلم جنبها بتزعق له كانه عيل بيسنن. في نفس الوقت ده الملك قال للاميره بنته ان الدوله بتمر بحاله اقتصاديه وحشه لان الوحوش بقت بتحوط المدينه من كل حته، ده خلى رحله التجاره اللي بتيجي ليهم او بتطلع من عندهم بتتعرض للهجوم، علشان كده اغلب التجار بقوا يتجنبوا انهم يجوا لهم اصلا. في الوقت ده دخل عليهم جندي بياخد نفسه من الجري بالعافيه، بمجرد ما شاف الملك قال له الحقني يا بيه انا كنت رايح في مهمه للمتاهه بس فاجئت بمجموعه كبيره من الوحوش داخله علينا، فجيب بسرعه علشان ابلغك ونلحق الموقف قبل فوات الاوان. في الوقت ده هاروكا كان ماشي في اتجاه المتاهه في امان الله، بس اتفاجئ بجيش من الوحوش العملاقه واقف في قفاه، فقال لهم استعنا على الشقه بالله يلا بينا نسخن، نسيب كل ده ونروح لمدير النقابه وهو بيطلب من فوميا انها تاخد فريقها وتطلع تواجه الوحوش اللي بره المدينه. بتقطع كلامه على طول الاميره وبتقول له الحقنا في مصيبه، في جيش كبير من الوحوش العملاقه دمر المدن اللي حوالينا وجه الدور علينا احنا دلوقتي. على طول المغامرين كلهم جمعوا بعضهم بما فيهم الاميره وطلعوا يستنوا جيش الوحوش قدام باب المدينه علشان يمنعوهم من دخولها او هدمها او الانيل انهم ياذوا اهلها. في نفس الوقت ده بقى هاروكا كان خلص على الجيش كله بحركه واحده، وبعدها هجم على قائدهم لحد ما خلاه يريح جنبهم على الارض. فهاروكا استغرب لانه طول فتره وجوده هنا ما شافش العدد ده من الوحوش قبل كده، فشك ان اكيد في سبب لتجمعهم ده، خاصه ان معاهم قائد كبير ليهم المره دي، بس ما اهتمش بده وكمل طريقه عادي ولا كأن حاجه حصلت لحد ما وصل للمتاهه فعلا. فقعد يدور يمين وشمال بس ما لقاش حاجه فيها عليها القيمه. ساعتها افتكر التاجر اللي اشترى منه اسلحته وهو بيجمعها اصلا من المدينه، فشد الرحال عليه على طول علشان يساله عن العنصر اللي عليه العين او ازاي او فين يلاقيه. وفي طريقه بقى قابل المغامرين، فكلمه منه على كلمه منهم عرف انهم مستنيين الوحوش تيجي لهم علشان يدافعوا عن مدينتهم. فقال لهم قصدكم جيش الوحوش العملاقه اللي كانوا ماشيين سوا في اتجاه المدينه ده؟ قالوا له هو انت شفته؟ هو كبير للدرجه دي؟ فهاروكا سكت كده وما بقاش عارف يرد يقول ايه، بس قرر يصارحهم بالحقيقه وقال لهم ان شاف الجيش ده الصبح فقتله وهو ماشي كده عادي كانه بيتمرن. فالكل اتصدم خاصه مدير النقابه. اما فوميا فكانت هتشيط من العصبيه لانه ما بيسمعش الكلام برضه وعرض نفسه للخطر من تاني، علشان كده مدير النقابه والاميره قعدوا يزعقوا له لانه بيتصرف بتهور من غير ما يفكر في نفسه او حتى في اللي حواليه. وبعدها عرفوه ان الفتره الاخيره في حاجه مش مظبوطه بتحصل حواليهم، لان في وحوش كتير بتخرج من المتاهه لبره ومنهم انواع ما يعرفوهاش اصلا، علشان كده لازم يعقل ويكن مكانه لحد ما يفهموا فيه ايه، لان احتمال كبير ان جيش من الوحوش يهجم عليهم قريب، وبالتالي هيحتاجوا كل جندي حرفيا في المدينه علشان يحارب معاهم. رغم كده هاروكا فضل متمسك برايه لانه عاوز يلاقي العنصر فعلا، فهيخلي الناس تحبه وتسيبه يعمل اللي هو عاوزه. ساعتها بقى هيرجع كافو ويعيش لوحده في تبات ونبات، مش هيخلف صبيان وبنات لها صديقي لانه بتقوله يعني. بعدها بقى بيروح للتاجر وقال له انه عاوز عنصر يخلي الناس تحبه، فالتاجر قال له ان العنصر الوحيد اللي قادر يعمل كده هو خاتم الفيرمون، بس ده محدش لقاه نهائي، لكن في اقاويل بتقول انه موجود تحت الدور ال50 في المتاهه. وبعد كده وضح له ان المتاهه اصلا متكونه من اكتر من 100 طابق تحت بعض، ده بيخلي الوصول للادوار اللي تحت صعب، خاصه ان كل دور علشان تنزل منه للي بعده لازم تحارب وحش طابق وتنتصر عليه. بس خلي بالك علشان في اسطوره بتقول ان المتاهه دي مرتبطه بمتاهات اسطوريه قديمه، فخد حذرك. على الرغم من كل اللي بيحصل ده حماس هاروكا ما نزلش درجه واحده حتى، بس لحسن حظه مجموعه المهووسين سمعوا حواره كله مع التاجر، فطلعوا على فوميا يعرفوها اللي سمعوه بسرعه، يكش تقدر تمنعه المره دي من المغامره والمخاطره بحياته. علشان كده خدت البنات وطلعت تجري وراه لحد المتاهه علشان ما يبقاش لوحده هناك، بس هاروكا افتكرهم جايين يدوروا على الخاتم هم كمان، فخاف لحد فيهم يوصل له قبله وياخده لنفسه، وفعلا حاول انه يهرب منهم وهوب خبط في الحيطه بالغلط، ولاجل حظه الهباب الحيطه اتكسرت، فمن الخضه وقع منها لتحت قوي الصراحه، فاستخدم سحر بسرعه علشان يخفف من صدمته ووقوعه على الارض. وبعدها بص للمكان حواليه ولقاه مختلف عن الدور اللي كان فيه، وبما انه نزل كتير جدا كده لما وقع فخمن انه في الدور ال100 دلوقتي، وبالتالي الخطر عليه زاد وهيبقى فيه وحوش وفخاخ كتير جدا، علشان كده حاول انه يستعمل المشي على الهواء علشان يطلع فوق مره تانية. بس المهاره دي بقى انت بتخدمها وانت بتمشي زي الناس، مش انك تطلع لفوق بشكل عمودي زي الاسانسير كده. وقتها بقى اكتشف انه اكتسب مهارتين جداد هيساعدوه يستكشف المكان اللي هو فيه، لانه هيوضح له الرؤيه وهيقول له في فخاخ في المكان حواليه ولا لا، فما كدبش خبره واستخدمه بسرعه. ساعتها اكتشف انه في الطابق رقم 101، يعني حرفيا محدش وصل هنا قبله ولا هيوصل بعده، وده بقى معناه ان الوحش اللي في الطابق رقم 100 صعب، ما بالك بقى
بقى اللي في 101، وهو يا عيني كتكوت صغير على الهم ده كله، وكان كل اللي هو عاوزه انه يعيش لوحده مش اكتر. وبما انه بقى ما قداموش حل تاني غير انه يخش في المتاهه، فمشى وهو حاسس بقد ايه السحر اللي الدور ده متحوط بيه سحر اسود تقيل جدا. فقاوم لحد ما وصل لامبراطور المتاهه بشحمه ولحمه. ده بقى خلاه يموت من الرعب حرفيا، لانه لو رخد فاول لحظه واحده هيموت فيها. في نفس الوقت بيكون الشباب وصلوا للدور ال 47 بس برضه ما وصلوش لهاروكا. فمن هنا لهنا خمنوا ان هاروكا واقع لاخر دور في المتاهه. فالكل اترعب جدا، لان الاسطوره بتقول ان اللي موجود في اخر الدور يبقى امبراطور المتاهه، وده يستحيل حد يهزمه. فما بقوش عارفين يعملوا ايه، لحد ما طلعت واحده منهم وقالت لهم ان هاروكا انقذهم ووصلهم لبر الامان قبل كده، يبقى جه دورهم هم كمان علشان ينقذوه. اما في المدينه فالملك اتفاجئ بسحاب اسود كتير بيدور حوالين المتاهه، علشان كده امر بنته انها تدي خبر لمدير النقابه انه يجهز هو والمغامرين بتوعه لاي هجوم كده ولا كده. نرجع لهاروكا وهو بيواجه الامبراطور من كل الجهات علشان يستكشف قوته وسرعته، ومن خلالهم يلاقي نقطه ضعفه يقتله منها. ده خلاه يستكشف قدره جديده في عدساته بتخليه يشوف لمحه بسيطه من المستقبل، فبقى قادر يعرف انه لو عمل الحركه دي هيموت، ولو عمل ده هيفلت منه. وده ساعده شويه في مناوشاته مع الامبراطور، لحد ما خد باله ان الامبراطور ما بياخدش الخطوه الاولى في الهجوم ابدا، هو بس بيرد الضربات اللي هاروكا بيقدمها له. ده معناه ان الامبراطور ده مستهيفه اصلا ومش معتبره خصم مناسب ليه، لدرجه انه هيقدر يخلص عليه وقت ما يحب ومن غير اي مجهود. ده استفز هاروكا جدا، فرجع يهجم عليه مره تانية، بس المره دي بقى اتفاجئ بان الامبراطور بيكافح نفسه علشان ما يقتلوش. ففهم ان الامبراطور نفسه مش عايز يحاربه اصلا، مش عشان هو ضعيف زي ما افتكر، لا ده عشان في قوه شر هي اللي مسيطره على الامبراطور وبتجبره انه يقتل هاروكا. فالامبراطور بيقاوم على قد ما يقدر علشان ما يأذيهوش، علشان كده هاروكا استخدم عصايته علشان يمتص قوى الشر المسيطره على الامبراطور، لحد ما فضل الامبراطور بطوله. فهاروكا قال له انه فهمه وانه سابه يوصل له ويكتشف كل ده علشان يستخدم عصايته ويحرره، لانه زهق من وحدته وعاوز يموت. هنا بقى بدأت قوى الظلام ترجع من تاني. فهاروكا فهم انه لو ما ادالوش اللي هو عاوزه وخلص عليه دلوقتي هيرجع تاني لحربه الداخليه، والانيل منها انه هيعيش وحيد الى ما لا نهايه. علشان كده حضنه بسرعه على امل انه يخفف من شعور الوحده شويه قبل ما يقتله. وعلى غير المتوقع بقى حول الامبراطور لخاضع لهاروكا، رغم انها كانت خطوه مش في الخطه اصلا، الا انها نجحت في ابعاد قوى الظلام عن الامبراطور، ورجع مستوى قوته لمستواه الطبيعي مره تانيه. ده غير اسمها اللي ظهر لهاروكا، وعرف انها بنته اسمها انجيلا، فخدها معاه على طول علشان يطلعوا من المتاهه. وساعتها قابلوا وحش الدور ال100، فهاروكا من الصدمه عمل حفره من السقف خلت الوحش اللي في الدور ال99 ينزل عليه ويقتله، وبكده يبقى كسب المعركه من غير ما يدخلها اصلا. وعلى طول بقى بدا يلم الجواهر منهم. فانجيلا طلبت منه انها تاخد درع وحش الدور ال100، فوافق على طلبها فعلا. فما كدبتش خبر ولبسته بسرعه، وهوب خلته على مقاسها بالظبط باستخدام سحرها. وبعدها بقوا يطلعوا الدور ورا التاني، وكل مره هاروكا يستخدم ذكائه وسحره علشان يكسب المعركه باسهل طريقه ممكنه، خاصه لما انجيلا بدات تساعده في هزيمه الوحوش، فالوضع بقى اسهل بكتير بالنسبه له. في نفس الوقت بقى الشباب وصلوا للدور ال50 بألف سلامه، فاتفاجئوا بوجود وحش ب4 ايادي واقف قدامهم، فحاولوا يهاجموه من هنا لهنا لحد ما مسح بكرامتهم الارض حرفيا. فعملوا اجتماع على الضيق كده يفكروا فيه لو كان هاروكا مكانهم كان هيعمل ايه، لحد ما وصلوا الخطه ما تخرش الميه، معتمده على تعاونهم مع بعض وثقتهم في بعض. فطبقوها بسرعه وفعلا قدروا انهم يهزموه بعد معاناه كبيره. وقتها بقى في جيش كبير من الوحوش اتحرك في الطرقه لبره، ده خلى المتاهه تتهز جامد جدا. ساعتها بقى الحارس شاف الفيران طالعه تجري من المتاهه بسرعه، ووراها اشباح من الوحوش طالعه من تحت الارض وهي مبسوطه اخر انبساط. فخد له في اسنانه وطيران على قائد النقابه عدل علشان يحكي له ان الوحوش كلها من كل شكل وحجم ونوع حرفيا طالعه من المتاهه وجايه ناحيه المدينه. علشان كده القائد دور في دفاتره القديمه لحد ما وصل لورقه قديمه بتحكي ان الوحوش بتفضل تتكاثر في المتاهه وتوزع نفسها في الطوابق ال100، لحد ما بتيجي لحظه تتملى على اخرها لدرجه انها ما تبقاش قادره تتحمل العدد ده كله، فبتطلع الاعداد الزياده دي براها. وده بيفسر سبب خروج الجيش ده كله بره المتاهه في الوقت ده. فقعد يدور على سبب واقعي للمشكله دي لحد ما عرف ان الامبراطور اللي في الدور الاخير لازم يتهزم علشان المتاهه دي تتهد فوق دماغ اللي فيها. فالكل شال الهم اصلا مين اللي هيبقى قادر يهزم الوحش ده. رغم كده المدير امر باخلاء المدينه وترحيل اهلها للملاجئ تحت الارض بسرعه قبل ما الوحوش توصل لهم على ما يشوفوا هيحلوا المشكله دي ازاي. بس اعداد الوحوش كانت كتير وبتيجي موجه ورا الثانيه، وده بقى بدا يتعب الجنود ويقلل من عزيمتهم. علشان كده القائد امر الاميره وافتر انهم يروحوا لهاروكا المتاهه ويطلبوا منه انه يقتل الامبراطور باي ثمن كان حتى لو بحياته علشان ينقذوا المدينه واهلها من الدمار الاكيد. وفعلا ساب الاثنين الجنود متصابين وحالتهم بالبلع علشان يروحوا للمتاهه وينقذوا ما يمكن انقاذه قبل ما الدمار يوصل للمدينه واهلها. في الوقت ده بقى كان هاروكا كمل طريقه في المتاهه مع انجيلا لحد ما وصل للدور ال79. هناك بقى لقى خاتم بيخلي حظه طلقه، ده غير انه بيزود من نسبه سعادته بشكل مبالغ فيه، فخده معاه علشان يبيعه. بعدها اتنقل للدور اللي بعده رقم 77. هناك بقى لقى اسوره البركه ودي بتخلي اللعنات تتكسر، فخدها برضه وكمل طريقه ونزل للدور اللي بعده واللي هو 75، ولقى فيه بقى جوهره السحر الاسود اللي بتكسر سحر الموتى. ساعتها فكر مع نفسه كده وسأل نفسه سؤال، هل ياخد الجواهر دي لنفسه ولا يبيعها للتاجر وبفلوسها يدلع نفسه؟ بيقطع تفكيره ده انجيلا وافتكر انها بنت فعلا فاكيد هتفرح
بالجواهر دي حتى لو كانت هيكل عظمي، علشان كده اداهم لها وهو مسامح لها فيهم. بعدها لف وسابها تيجي وراه براحتها. وقتها انجلا بتقلع القناع بتاعها وبنتفاجئ انها رجعت انسانه من تاني وشكلها زي القمر لان لعنتها اتكسرت، فلبست قناعها بسرعه وكملت جري ورا هوروكا. في نفس الوقت بيكون الاميره واوفتر وصلوا للشباب في الدور ال 54 وعرفوهم اللي حصل في المدينه وانهم محتاجين هاروكا يتشقلب ويقتل الامبراطور بتاع المتاهه. فقعدوا يفركوا كلهم ويدوروا يمين وشمال لحد ما وصلوا للفتحه في الحيط. ففوميا ما كدبتش خبر وقعدت تندع على هاروكا بعلو صوتها لحد ما هاروكا سمعها ورد عليها. فقالت له المدينه واقعه في ورطه كبيره محتاجين مساعدته فيها. وقتها الاميره اتكلمت وقالت له ان الوحوش بيخرجوا في جماعات من المتاهه وكلهم داخلين على المدينه. فوفتر كمل على كلامها وقال لهم انهم شافوا الموجه الثانيه وهم جايين وعددهم كبير جدا، ده غير قوتهم اللي فاقت الحدود. يعني حتى لو الجنود نجحوا وهزموهم بمعجزه فهيبقى مستحيل عليهم يهزموا الموجه الثالثه لانهم هيكونوا تعبوا وجابوا اخرهم من المعارك اللي عملوها. ده غير ان الوحوش نفسها هتبقى اقوى واكتر من اللي فاتوا، علشان كده هم عاوزينه يهزم زعيم المتاهه. فهاروكا استغرب لانه هزم الامبراطور فعلا، وانجلا رجعت لمكانها بداله وبقت خاضعه ليه. علشان كده قال لهم انه هزم الامبراطور فعلا، بس اوفتر قال له انه لازم يقتله علشان ينهي المهزله دي ويحمي المدينه واهلها من الخطر. ده خلى هاروكا يشيل الهم لانه بدا الحوار ده كله من الاول وهو في نيته قتل الامبراطور. بس لما شاف انجلا وعرف حكايتها وانها محبوسه في المتاهه بقالها مده كبيره لوحدها، قرر انه يكنسل قتلها ويساعدها تتحرر من وحدتها ولعنتها، وبالتالي مش هيقدر دلوقتي يبيع مبدأه ويخلص عليها على اخوانها بعد ما ادالها الامان يعني. علشان كده قعد يفكر مع نفسه وبعدها قال لهم انه ما قتلش الزعيم ومش هيقتله، بس عنده طريقه يقدر فيها يمنع خروج الوحوش ومهاجمتهم للمدينه من غير ما يقتل الامبراطور. ده خلى الشباب كلهم يتناقضوا من اجابته وشكوا في صحه قواه العقليه للحظه كده. بس فوميا قالت لهم ان هاروكا ذكي ولحد دلوقتي عمره ما خذلهم رغم انه متهور شويتين ثلاثه، بس ما دام قال لهم كده يبقى عنده خطه فعلا وهتنجح. في نفس الوقت ده بقى الموجه الثانيه وصلت المدينه. وقتها المغامرين اتصدموا من حجمهم الكبير وعددهم الكتير جدا مقارنه بعدد اللي كانوا قبلهم. علشان كده القائد امرهم انهم يحموا المدينه واهلها باي ثمن كان حتى لو هيفقدوا حياتهم مقابل لده. اصل مش معقول يعني الاميره البسكوته دي تبقى اتحدت الخطر ودخلت المتاهه وهم هنا خايفين من شويه وحوش لا راحوا ولا جم. وفعلا ده بيحمس الجنود وبتبقى عزيمتهم ليفل ماك، فدخلوا الحرب ضد الموجه الثانيه من الوحوش بكل قوتهم. نرجع بقى لهاروكا وانجلا اللي ما خلوش عن جهدهم جهد علشان يخلصوا على الوحوش اللي هتقابلهم في كل دور، فبقوا يتعاونوا سوا علشان يخلصوا عليهم بسرعه ويطلعوا للدور اللي وراه. فضلوا على الحال ده وحش ورا التاني لحد ما خدوا استراحه محارب يفرزوا فيها المكاسب براحتهم علشان يشوفوا ايه هينفعهم دلوقتي في حربهم وايه هيأجلوه لبعدين، وبعدها يكملوا طلوع لفوق. على الجانب التاني بيكون الفريق كله بيتعاون علشان يخلصوا على الوحوش اللي فوق وينزلوا لتحت عند هاروكا لحد ما حظهم وقعهم في وحش على شكل ابو الهول، فحاولوا يحاربوه من كل اتجاه وبكل طريقه ممكنه لحد ما فقدوا الشغف. ساعتها اوفتر قال لهم ان المتاهه معتمده على الالغاز علشان تقدر تقتل الوحوش، فهم نجحوا الوقت ده كله في قتل الوحوش اللي فاتت بسبب ذكائهم مش قوتهم، علشان كده لازم يكملوا بنفس الطريقه ويعتمدوا على ذكائهم في حل اللغز. الاهم من ده كله بقى ان الوحش ده اسطوري وما بيموت. نرجع لهاروكا وانجلا اللي نجحوا اخيرا انهم يوصلوا للدور ال 59. وقتها هاروكا لاحظ ان ارضيه المتاهه بعافيه شويه وحبه وهتقع حرفيا، فاستغرب ده وبعدها فهم ان الوحش اللي فوقهم موجود، وده معناه ان اصحابه موجودين في الدور اللي فوقيه دلوقتي وبيواجهوا الوحش. نرجع للشباب فوق بعد ما ابو الهول اتهور لدرجه انه رفع ايده في اتجاه فوميا وكان هيحولها ستيكر حرفيا. في الوقت ده بيوصل لهم هاروكا فما استناش لحظه واحده وراح هجم على الوحش بسرعه علشان يمنعه من الوصول لفوميا، وفعلا ده شتت انتباهه عنهم لكام ثانيه كانوا كافيين علشان انجلا زعيمه المتاهه توصله وتخلص عليه زي اللي قبله. فالكل فرح برجوع هاروكا ورحبوا بيه، فكلمه منه مره تانية على كلمه منهم رجع بظهره لورا وهوب الارض تحت رجليه اتكسرت فوقع معاها لتحت. بس المره دي بقى فوميا رمت نفسها وراه علشان تمسكه وبعدها سحبته بسرعه لفوق بمساعده باقي اصحابها. في الوقت ده بقى وحوش الموجه الثالثه لما عدتها وعدت من قدامهم علشان يطلعوا من المتاهه لبره، فكلهم بصوا لبعض برعب كده وما بقوش عارفين هيتصرفوا ازاي لان الوحوش دي لو وصلت للمدينه يبقى عليه العوض حرفيا. عشان كده هاروكا قال لهم ان انجلا هي مفتاح نصرهم في المعركه دي، بس لازم يطلعوا فوق بسرعه. على طول اوفتر خدهم من بوابه نقل بتكون موجوده في كل دور علشان وقت ما تحب تنسحب من المتاهه تعدي منها على فوق عدل، فكلهم راحوا لها بسرعه. في الطريق بقى فوميا سالت هاروكا سؤال مهم جدا وقالت له انت ازاي قدرت تهزم الوحوش اللي تحت دي كلها وانت بطولك بس واحنا كلنا على بعضنا كده كان بيطلع عينينا في هزيمه وحش واحد بس فوق. فهاروكا ضحك كده وقال لها ان الحظ كان حليفه طول الوقت فلو يكمل معاه للاخر هيبقى شاكر جدا ليهم. بعد كده طلعوا كلهم وراحوا عند حدود المدينه، وهناك بقى قائد النقابه شافهم واتفاجئ ان هاروكا لسه حي بعد كل اللي مر بيه في المتاهه. فانجلا قالت له احنا نسيب مشكلته بقى ونسيب مشكلتي ونمسك في مشكلتك انت. هنا الكل شاف جيش الوحوش اللي داخل عليهم ففتحوا بقهم من الصدمه لان عدد الوحوش المره دي بالالاف من كل شكل ولون ولسه بيزيد اكتر واكتر كمان. ما هو اصل المتاهه لسه ما فضتش من اللي جواها يا صديقي، وبرغم ان الارض بقت مليانه وحوش كتير جدا ده خلى المغامرين يشيلوا الهم لانهم حتى لو اتسخطوا قرود يستحيل يصدوا قصاد خمس الجيش اللي داخل عليهم ده، خاصه انهم لسه كانوا بيحاربوا مكتين تقال من الوحوش. هدوا حيلهم بصراحه علشان يخلصوا عليهم. على الجانب التاني بقى الملك
الملك وسكان المدينه بقوا حاسين بالزلازل اللي بتحصل فوق الارض من قوه حركه الوحوش، فركابهم خبطت في بعضها من الخوف حرفيا، وهما بيصبروا بعض ان اللي جاي احسن وده كله هيطلع حلم في الاخر. في نفس الوقت بقى هاروكا ادى اشارته لانجلا انها تنفذ خطتها، فانجلا استغلت انها زعيمه المتاهه الاساسيه وبالتالي ليها الحكم على كل الوحوش اللي جايه من كل الاتجاهات دي ومحدش يقدر يكسر لها كلمه، فضربت الارض بسيفها لحد ما ظهرت طاقه ضوء كبيره سحبت الوحوش كلهم جواها، وبكده الارض اللي كان عليها وحوش كتير مش شايفين لها اول من اخر بقت فاضيه ورجعت زي الاول من تاني في ثواني. فالكل استغرب وافتكروا ان هاروكا هو اللي ورا اللي حصل ده كله، بس هاروكا وضح لهم انه مالوش يد في اختفاء الوحوش وان انجلا هي اللي ليها الفضل في كل ده لوحدها. بعدها بقى حكى لهم ان انجلا تبقى الامبراطوره زعيمه المتاهه، بس مفيش منها خطر لانه عالجها من الشر اللي كان ماسكها خلاص، لدرجه انها ساعدته يقتل الوحوش اللي قبلها في سكته كلها لحد ما وصل لباقي اصحابه. علشان كده كل متاهه لها زعيم بيسيطر على وحوشه، فبالتالي انجلا مش هيكون لها سيطره على اي وحش خارج متاهتها. وبعد كده وضح لهم ان انجلا فتحت لهم بوابه تنقلهم لمتاهتهم من تاني، وامرتهم انهم ما يسيبوش مكانهم فيها هناك تحت اي ظرف من الظروف. ده خلى الكل يفرح ويحتفل بانتصارهم في الحرب المهلكه دي. بعد كده السكان والملك طلعوا من اماكنهم هم كمان بعد ما اتاكدوا ان الدنيا بقت امان، وبدا الكل في الاحتفال برجوع السلام لمدينتهم الحبيبه من تاني. تاني يوم بقى هاروكا طلع كل جوائزه من شنطته وعرضهم قدامه، وبعدها نده اصحابه وقال لهم انه عامل تخفيضات عليهم للي عاوز يشتري حاجه منهم. فالعيال سمعوا كلمه تخفيضات من هنا واتهبلوا لدرجه انهم بقوا يضربوا في بعض علشان ياخدوا الحاجه من ايد بعض. ده خلى هاروكا يقلق على انجلا لانه طلعها من وحدتها اللي دامت سنين كتير جوه المتاهه علشان تعيش هنا في المدينه وسط الناس، بس من الواضح ان وحدتها مسيطره عليها فمش قادره تندمج مع حد منهم. بيعدي الليل والصبح الكل قاعد يشكر في هاروكا وشجاعته وحلاوته لانه دافع عنهم كلهم، والاهم من كده كمان انه شاركهم جوائزه النادره جدا بسعر قليل جدا، وده خلاهم يحبوه اكتر واكتر. في نفس الوقت ده بقى فوميا راحت تشكر هاروكا على موقفه الشهم مع المدينه كلها، وبعدها قالت له انها عاوزه تتعرف على انجلا بس هي ما بتجيبش لحد غيره. فبعد زن كتير منها هاروكا اعترف لها بالحقيقه كامله من اول ما دخل المتاهه وعينه وقعت على انجلا الهيكل العظمي لحد ما سحب منها طاقه الشر اللي كانت لابساها واخضعها ليه. ففوميا صرخت في وشه لانه اخضع امبراطوره المتاهه تحت حكمه وهو لسه عيل ابن امبارح. بعدها تملكت نفسها كده وقالت له ايا كان خليها تصاحبني برضه. فهاروكا قال لانجلا انها لها حريه التصرف معاها. بس يا سيدي وعينك ما تشوف الا فوميا وهي بتجر انجلا وراها على بره بسرعه رهيبه. خوفت هاروكا على انجلا الغلبانه من تهور فوميا. ننتقل لفوميا بعد ما خدت انجلا معاها لاوضه البنات. هناك قعدوا يقرروها واحده واحده لحد ما عرفوا منها انها عندها 17 سنه زيهم وانها فضلت محبوسه في اعمق حته في المتاهه لوحدها سنين كتيره لحد ما هاروكا وصل لها ورفض انه يقتلها، فصمم انه ينقذها وعلشان يضمن ان قوى الشر ما ترجع لهاش وتسيطر عليها من تاني خلاها تحت خضوعه. علشان كده البنات قرروا انهم يعاملوها على انها واحده منهم، فساعدوها تقلع بدلتها حته حته علشان يحموها. وقتها اتفاجئوا ان انجلا بنت زيها زيهم من لحم ودم مش زي ما هاروكا قال لهم ولا حاجه. في نفس الوقت بقى هاروكا قعد يشوف مهاراته وصلت لحد فين، فلقى انه وصل لليفل 18 بعد كل اللي عمله امبارح ده، ففرح بالتقدم الهائل ده خاصه ان باقي مهاراته اتطورت جدا. وبرغم كل اللي فات ده لسه مش هيقدر ينضم لنقابه المغامرين لانه لسه وحيد وما وصلش الليفل 20 حتى. علشان كده خد قراره بانه لازم يرجع الغابه مره تانية، وهناك بقى هيقدر يطور من نفسه ويرفع من الليفل بتاعه لحد ما يعدي ال 20 وبعدها يرجع مره تانية على المدينه. والتاني يوم بقى راح يبلغ فوميا بقراره بانه هيرجع للغابه من تاني، فقالت له ماشي صحباتك السلامه يا غالي. وبما ان انجلا خاضعه ليه فما كانش ينفع يسيبها في المدينه لوحدها، علشان كده قال لها تيجي معاه. ففوميا خافت لان هاروكا شكله كده ما يعرفش الحقيقه وان انجلا رجعت بشريه من تاني، علشان كده طلبت منه انه ياخد باله منها ويعاملها كويس علشان هي بنت رقيقه. بس هاروكا ما فهمش تلميحها المستخبي برضه وقال لها طيب ماشي يا ست ربنا يسهل. وبعدها بيطلعوا هما الاثنين يروحوا الغابه، فهاروكا بيعمل سباق سريع كده مع انجلا وهوب وقعت على وشها على الارض، فحاول انه يساعدها بس ساعتها استغرب من وزنها لانه قتل منه انه يكون وزن هيكل عظمي، بس ما علقش على الموضوع ده. بيعدي الوقت وبيجي الليل وبيكتشف هاروكا بالصدفه ان انجلا بنت مش هيكل عظم ولا حاجه، فقعد معاه يفهم ازاي ده حصل. ففهمته بلغه الاشاره لان صوتها لسه ما رجعلهاش انها لما لبست البدله دي اتصابت بلعنه انها ما ينفعش تقلعها من تاني. بس لما هو ادالها الثلاث جواهر اللي لقاهم في المتاهه في الاول، حاجه منهم كسرت لعنه البدله والتانيه رجعتها بشريه من تاني زي ما هو شايف كده. ده كله مخليها ممتنه ليه، فهاروكا قلق عليها لا تفضل خاضعه عليه طول عمرها. علشان كده قال لها انها بقت انسانه دلوقتي من لحم ودم مش وحش عليه لعنه، يعني تقدر تروح وتيجي براحتها من غير ما تشيل الهم. بس انجلا رفضت ده جامد وقعدت تعيط وهي حاضنه هاروكا، ففهم انها اكتفت من الوحده وخايفه ترجع وحيده مره تانيه، علشان كده متمسكه بيه باعتباره الشخص اللي انقذها من كل اللي فات. وفعلا قرر هاروكا انه يشاركها حياته، فقعد يحكي لها عن نفسه انه كان وحيد زيها كده بالظبط، وبكده قدر انه يشد انتباهها ويضحكها لحد ما نامت. اليوم ال 43 بقى هاروكا خد على انجلا اكتر لدرجه انهم بقوا يتمرنوا سوا على القتال علشان يرفعوا من مستوياتهم هما الاثنين مع بعض. وبرغم كده انجلا كانت اقوى منه برضه وقادره انها تهزمه بحركه واحده منها. وبعد ما خلصوا خدها وراحوا يصطادوا سمك علشان يتغدوا، وبعدها رجعوا على البيت من تاني ووقفوا يطبخوا مع بعض لحد ما خلصوا وقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين بالنتيجه اللي وصلوا لها. وبالليل بقى انجلا فضلت
بتحاول كتير انها تتكلم حتى لو كلمه واحده بدل ما هي بتتعامل بلغه الاشاره مع هاروكا كده، وده خلاها تحس بضغط شديد عليها. علشان كده هاروكا قال لها انه فاهمها سواء اتكلمت او لا، فمش لازم تضغط على نفسها بالشكل ده علشان تكتسب مهاره جديده يعني. وبعدها عرض عليها انهم يرجعوا للمدينه بكره الصبح، فانجلا خافت انه يتخلى عنها ويسيبها هناك لوحدها. علشان كده هاروكا طمنها انه هيكون معاها حتى لو استقروا هناك. ومن النجمه خدها علشان يروحوا للمدينه، وهناك البنات كلهم فرحوا برجوع انجلا فرحبوا بيها بسرعه. وبعدها بقى لمحوا انها لايقه على هاروكا في الخباثه كده. ده كسف انجلا جدا، بس البنات ما رحموهاش وقعدوا يسالوها عن اللي حصل بينها وبين هاروكا اليومين اللي فاتوا، لحد ما فوميا وصلت لهم وبعدتهم عنها. فهاروكا على طول طلب منها انها تخلي بالها من انجلا في غيابه، لانه خايف عليها من البنات لانها لسه مش متعوده على التجمعات الكتير دي. على الجانب التاني بقى الولاد قفشوا في هاروكا وهم راسهم والف سيف يعرفوا منه اذا بيحب انجلا وهيرتبط بيها ولا لا. هنا انجلا جات لهم فالكل بعد عنه بسرعه. ده شجع انجلا شويه فخدت نفس وهي بتشكره على مساعدته ليها، وبعدها مشيت بسرعه من كتر الاحراج. بس ده فرح هاروكا جدا لانها بدات تتكلم اخيرا. ده كمان غير انها اتغلبت على وحدتها وبقى لها اصحاب كتير بيحبوها. علشان كده صديقي هاروكا قرر انه يرجع الغابه مره تانية علشان يكتشف العالم ده لوحده. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.